رجعنا لكم مرة تانية. والسمنة مرض العصر، وناس كتير قوي بيجي لها سمنة، وبالذات السمنة المفرطة، وبيجي لهم حالات نفسية فظيعة واكتئاب، وبيبقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي. دلوقتي بقى في حلول كتيرة جدا موجودة عندنا في مصر، وعندنا في الحقيقة أطباء على أعلى مستوى عالمي، مش هقول عليها مصري ولا عربي، مستوى عالمي، ويستحقوا كلهم بجدارة هذا اللقب العالمي. النهارده هنقول لكم حلول كتيرة، وفي ناس كتيرة هيكونوا بيتابعونا أنا عارف عندهم سمنة ووزنهم معدي ال 120 و 150 كيلو. النهارده هنديكم أمل كبير قوي في الحياة. وخلينا كده نرحب ترحيب خاص جدا بأستاذ دكتور محمد المصري، أستاذ مساعد جراحات السمنة وجراحات المناظير، كلية طب القصر العيني. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. مشرفني ومنورني. أخبارك إيه؟ خليك. الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. النهارده هنشوف 3 حالات حضرتك عملت لهم جراحات. بالظبط. مظبوط. سمنة مفرطة. سمنة لهم كانت أوزان كبيرة قوي، والحمد لله حالتهم بقت أحسن. بس عايز أسألك حاجة قبل ما نشوف الحالات والصور والكلام ده. امتى مريض السمنة يقول لا دايت نافع ولا جلسات نافعة، لازم أعمل عملية؟ تمام. بص، احنا دايما انا ببقى عايز العيان الاول يجرب كل الخطوات بتاعته، اللي هي الرياضه، الدايت، يعني الاجهزه برضه في جزء من الموضوع. لو فشل مره واثنين وثلاثه خلاص بقى ده محتاج ان هو يعمل، بس ده ليه معايير برضه. يعني انا محتاجه ان انا الارقام ديت كانت زمان. احنا ده في حاجه اسمها معدل مؤشر كتله الجسم. اوكي. تمام. المؤشر دوت اللي هو مربع الطول، الوزن على مربع الطول. كنا زمان بنتكلم ان هو يبقى 40، رقم 40 لو ما عندوش امراض تانية زي السكر والضغط والكوليسترول زياده، او لو في الكلام ده يبقى 35. حتى الكلام ده ابتدى يتغير، يعني منظمه السمنه العالميه ابتدت تنزل الارقام ده من 40 ل 35 ومن 35 ل 30. اوكي. علشان انها بتقول لك ان لو الواحد مشي على دايت لفتره وفشل، وهو عنده مثلا معدل الكتله بتاعته 35، طب انا ممكن اتخن، اروح اتخن نفسي لغايه لما توصل لل 40. طب ليه؟ طب انا ابتدي معاه من 35. اوكي. طيب احنا هنشوف 3 حالات. تمام. اعتقد حياتهم اتغيرت. طبعا. مش كده؟ من الأسوأ الى الاحسن طبعا. بسبب عمليات اتعملت لهم. وشوف اول حاله. طيب كده شوف صوره اول حاله، والدكتور هيحكي لنا التفاصيل بقى، الوزن كان كام وعملنا ايه والكلام ده كله. و اتفضل. ده كان عيان كان وزنه حوالي 200 كيلو. نزلنا في خلال سنه ونص تقريبا. وصلنا ل 95 كيلو. اوكي. كان كام معلش التاني؟ كان 200. كان 200 بقى 95. بقى 95. اوكي. يعني نزل تقريبا نص وزنه بالظبط. اوكي. بس احنا ما بنحسبها بنسبه فقدان الوزن من الوزن الزياده. اوكي. الحاله دي اول ما جات لك من سنه وشفتها، قررت تعمل له ايه؟ بص، هو على حسب طبيعه اكل كل عيان. يعني ده كان طبيعه اكله ان انا باكل كميه اكل كبيره، فالكميه ديت محتاجه ان انا اقلل له حجم الاكل اللي بياكله. انت عايزين نسيب الصوره ولا نشيلها؟ كده كفايه؟ لا، اوكي. نشيل الصوره لو سمحتوا. اوكي. كان بياكل كتير. كان يعني الحجم نفسه بتاع الاكل كتير. اكله للحلويات لا، ما كانش زياده. فكان القرار فيه ان احنا نعمل الحلويات مظلومه شويه ساعات، لان في ناس ساعات بتتخن وما بياكلوش حلويات. طبعا. مش شرط يعني نقول مثلا 60% من الشعب المصري مش متجه لقصه الحلويات قوي، يعني مش زي الاجانب. عشان كده الاجانب اكتر بياكلوا حلويات، الجاتو والتورت والحاجات دي عندهم اساسيه كل يوم. هاي كالوري عاليه قوي. يعني بياكل كميه قليله جدا بس سعرات حراريه عاليه قوي. فعشان كده هتلاقيهم بره رقم 1 عندهم التحويل مسار. احنا لا، نتائج التكميم عندنا عاليه جدا، اعلى من عندهم. اوكي. وان كان هي برضه ستيل تحويل المسار او تحويل المسار المصغر هم الجولد ستاندر على مستوى العالم. اوكي. يعني المريض اللي شفناه دلوقتي ده كان عامل تكميم. تمام. اوكي. ده اتعمل له تكميم من سنه؟ يعني مش من سنه، هو من اكتر من سنه. أوكي. بس قعد حوالي سنه ونص بالظبط. 105 كيلو. ده رقم رهيب. طب عايز اعرف اخترت له التكميم ليه بالظبط؟ ليه بالذات؟ عشان كميه الاكل كانت كبيره، ما بياكلش حلويات. الرجاله بتنفع معاهم التكميم اكتر من التحويل، كمان بيبقى نتائجها هايله. الستات عشان قاعده في البيت شويه،
بتاكل كذا مره، ممكن تحاول انها تاكل 5 6 مرات في اليوم، يبقى انت يعني بتتعوض الكميه اللي كانت بتاكلها في الوجبه الواحده بانها تاكل 7 8 مرات. اوكي. طب خليني اسالك، الحاله اللي شفناها دي، حط لنا الصوره مره ثانيه. لما واحد وزنه يبقى 200 كيلو وفي سنه ينزل 105 كيلو، تمام، هيحصل له ترهلات في الجسم، يعني الجلد ده هيروح فين بقى، بتودوه فين؟ تمام. بص، موضوع الترهلات ديت وارده، بس بتختلف من عيان لعيان. ما بقدرش ابريدكت العيان مين مش اللي بتتنبأ؟ ما تنبألوش ان هو ده اللي هيحصل له ترهلات ولا لا. ولكن طبعا في الاوزان الكبيره اللي زي كده وارد ان هو يحصل له الترهلات. اوكي. انما في عيانين نزلوا 40 و50 كيلو والترهلات دي مش موجوده، حسب طبيعه بشرته. لسه كنت هقول لك، طبيعه البشره بقى بتفرق، ونوعيه الجلد والكلام ده بالظبط، ونوعيه العضلات اعتقد برضو اللي في الجسم. لا، الجلد هو طبيعه الجلد والفتره اللي قعد فيها تخين تفرق، ووصل وزن قد ايه. يعني اللي قعدت مثلا 20 سنه غير اللي قعدت 5 غير 5 سنين. صح. طيب نشوف بقى الحاله اللطيف بس في العيان ده، ان هو لما بعد العمليه جالنا بمشكله بسيطه جدا، ان هو ما حدش مصدق ان هو ده هو ده عايز يغير بطاقه. صحيح، اصل شكله اختلف وهتلاقي هنا عايز اثبات ان انا عملت عمليه عشان كده شكلي اتغير. شكلهم بيتغير جدا، بيبقوا ناس تانية في الحقيقه. طيب ممكن نشوف الحاله الثانيه، تحطوا لنا الصوره لو سمحتوا ونشوف عملنا لها ايه. اوكي. ده كان عيان كان عنده كوليسترول زياده. ده كبير في السن. ده كبير في السن. كان وزنه كام؟ كان وزنه 135. اوكي. نزلنا لحوالي 80 كيلو. نزلنا بقى 80 دلوقتي. ايوه. كان مريض سكر؟ كان مريض ضغط وكوليسترول عالي. واللي قبليه كان مريض سكر؟ لا ما كانش مريض سكر. اوكي. بس بمناسبه السكر، انا حتى جالي امبارح عيانه كانت عامله نزلت 100% من وزنها زياده. كانت سكرها بيوصل الهيموجلوبين السكري بتاعها 11. اوكي. جاي لي ب5.5. طبيعي، بني ادم طبيعيه. طيب الحاله اللي معانا كان وزنه 135 بقى 80 بالظبط. عملنا له ايه بقى ده كان عامل تحويل مسار. وكان الاختيار كده عشان اقلل الامتصاص بتاع الدهون اللي بياكلها. اوكي. هو كان بياكل كتير وفي نفس الوقت بياخد حاجات فيها دهون كتير وسكريات زياده، فانت محتاج حاجه تقلل كميه اكل وتقلل امتصاص كمان الدهون والسكريات. طب عندي بقى استفسار، بما ان هو كبير في السن، اخترت له تحويل المسار عشان هو كبير في السن؟ لا، هو ما كانش كبير قوي، كان 48 سنه تقريبا. طيب ده قدي. طيب مش قوي بس يعني اكبر مني 5 سنين. هو عشان دقنه بيضه بس في الصوره، فحسيت ان هو اوكي. يعني احنا ده اتعمل له تحويل واللي قبليه اتعمل له تكميم. طب ده ليه ما عملتلوش تكميم؟ عايز افهم. انا كنت عايز حاجه تقلل امتصاص الدهون فقط، عشان تحويل المسار هي العمليه اللي موصوفه لعيانين السكر والضغط والكوليسترول. حاجه اسمها متلازمه الايض او ميتابوليك سندروم، يعني اللي هي مجمع من الكلام من الامراض ديت. اوكي. طيب دلوقتي هو وزنه بقى 80، انت عايزه ينزل لغايه قد ايه؟ هيكمل؟ كفايه؟ لا، انا اكتفيت ان هو حتى الامراض دي تروح. بالظبط. انت ده بالنسبه لك كفايه جدا. اوكي. بس ما فيش وزن معين حضرتك؟ طبعا انت العيان سنه كبير شويه، نزوله مش زي الصغير. اكيد. طب الحاله اللي شفناها قبل اللي هو كان 200 بقى 95، انت بتطمح ان هو ينزل لكام؟ لا، ده كده كويس جدا. كده كويس. طبعا. اوكي. زي المفروض العمليات يعني المفروض تنزلنا من الوزن الزياده حوالي 70 ل 80% على حسب نوع العمليه. اوكي. طب احنا ممكن نشوف الحاله الثالثه اللي معانا ونعرف عملنا ايه للحاله دي. اوكي. دي بنوته دي صغيره. كانت حوالي 19 سنه. نزلت من 117 لحوالي 60 كيلو. اوكي. ده في قد ايه بقى؟ في حوالي سنه بالظبط. في سنه. اوكي. دي عملنا لها ايه؟ دي عملت تكميم برضو. تمام. طبعا كانت حياتها لا عشان سنها صغير كمان وكده، دولت بيتعبوا قوي. بالظبط كده. نفسيا كانت وحشه جدا. لا، شخصيه اختلفت خالص. هي ابتدت تبقى كمان خايفه على شكل جسمها، يعني حتى لما حصل ترهلات ابتدت
لا تجري، انا عايز اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ما هو في السن ده كمان بيبقى عندهم حماسه وحميه فظيعه، بالظبط. انهم عايزين يخسوا، عايزين يبقوا في شيب حلو عشان يعرفوا يلبسوا على الموضه والكلام ده يعني كله. انت لما تشوف شكل اللبس نفسه، ما كانت تلبس مثلا اكس اكس لارج مثلا ولا ترابل اكس لارج، دلوقتي تلبس سمول وميديوم. ده حاجه فظيعه. طيب في الحالات بقى اللي هم الصغيرين دول، لو بعد ما نزلت الوزن ده كله جت قالت لك لا انا عندي ترهلات، تمام. هل بيتعمل لها بقى عمليه بادي سكالبتشر ولا ايه اللي بيحصل؟ تحتاج انها تعمل بعد كده بقى يا اما شد بطن، حسب بقى المشكله الديفو اللي فين؟ عندي. ممكن الديفو يبقى في حته ممكن اكتر من تبقى في حته. البطن بس، ممكن تبقى في البطن في الدراعات، ممكن تبقى في الرجلين، حسب أوكي. بقى كل واحد. اوكي. وانا بدي فرصه للعيان 6 شهور بعد العمليه. اوكي. قد الجلد دوت المرونه بتاعت الجلد ترجع تاني وتبتدي يلم. والله رجعنا الدنيا اتحسنت، خلاص مش هحتاج. اوكي. طيب احنا كده اتكلمنا مينلي عن التكميم وعن التحويل المسار، دول في العمليتين اللي شفناهم النهارده من خلال الثلاث حالات اللي عرضناهم للمشاهدين. في عمليات ايه كمان بتتعمل غير الاثنين دول؟ في عمليات كتير قوي. في عمليات يعني التحويل ما هياش نهايه المطاف بتاعنا. في عمليات اعلى، في حاجه اسمها التحويل المراري البنكرياسي، في عمليات ده ايه ده بقى؟ لا بقى احكي لي. دي عمليات كتيره قوي. يعني في انواع تانية ما بنعملهاش في مصر. لا اللي حضرتك قلتها دي تحويل ايه؟ المراري البنكرياسي. ما ايه؟ مراري تحول المسار بتاع نفس فكره تحويل المسار بس على مسافه اطول. دي بنعملها في مصر؟ لا احنا لا خلينا في اللي احنا بنعمله في مصر. ما انا بقول ايه، عشان هو في ناس بتبقى فاهمه ان تحويل المسار ده نهايه المطاف، فانا خايف اوصل لا اعمل تحويل، لا ده اخر حاجه، دي اصعب حاجه. لا أوكي. في ما هو بعد كده كتير. لا خلينا في الحاجات اللي في مصر اللي حضرتك بتعملها. احنا كده اتكلمنا عن التكميم وعن تحويل المسار، في ايه كمان ممكن في حزام المعده. وهو فكرته ان انا بقلل كميه الاكل اللي داخله المعده، بس انا لو باكل حلويات ما تنفعش، نتائجها مش كويسه. هل يعني حزام المعده ما بقتش اسمع عليه كتير، يعني انه بيتعمل والله يعني لغايه النهارده في عيانين بيطلبوا. ما انا لسه كنت هسالك دلوقتي، هل العيان بيجي لك يقول لك لا انا عايز اعمل حزام المعده؟ طبعا. هو مصر على كده وانت ممكن تقول له لا التكميم احسن لك، التحويل لان في ناس يقول لك ايه، اصل التكميم والتحويل دولت هيشيلوا او هيقصوا جزء من المعده مش هيرجع تاني الكلام ده كله، لكن الحزام ما ارتاحش هيفكه. بالظبط. بس هو التحويل هي عمليه ممكن الرجوع فيها. التكميم. التحويل مش التكميم. التحويل البطن موجوده. المعده نفسها موجوده، اقدر ارجعها تاني. احنا شلنا قصينا. بالظبط كده، قصينا وشلنا، فما فيش حل تاني. الحزام برضه سهل ان انا اقدر اشيله. الحزام فكرته بس مين الحالات اللي ممكن نعمل لها حزام معده؟ بص، هي بيبقى سيلكتد كيس قوي، يعني انا لازم اختار العيان المناسب اللي هو حجم اكله كتير، ما بياكلش حلويات كتير، اللي هيبقى ملتزم اكتر. لا ما يزيدش معدل الكتله بتاعه عن 45، ما بفضلش بعد كده، بفضل دايما الستات عشان هو محتاج متابعه كتير قوي. الراجل لا، الراجل ممكن ما يتابعش. الراجل ممكن الستات بتهتم اكتر طبعا، هتهتم ان هو يجي عشان يحقن الحزام ويضيقه ويتابع. الراجل لا. اوكي. طيب الحزام كده انا فهمنا، في ايه كمان؟ في عمليات طبعا قديمه بقى اللي هي تدبيس المعده، ودي انتهت على مستوى العالم كله فعلا. يبقى ما بقتش حتى في مصر موجوده؟ لا موجوده. اوكي. انما ليه بقى موجوده؟ يعني في ناس هي الكونسبت او المبدا اللي هي شغاله بيه نفس فكره الحزام. طب ما انا اعمل حزام ولا اعمل التدبيس؟ الرجوع في الحزام اللي هو الرينج ده، رينج. الحزام اقدر اشيله في اي وقت، اقدر اغير المقاس بتاعه، اقدر النهارده اكون باكل كتير وبكره اكل قليل، اقدر اتحكم فيه. لكن التدبيس مش كده. التدبيس المشكله ان هو اللي بيتعمل جراحه فتح 15 سم بمشاكلها في عيان سمنه، بتبقى بتدخلنا في مشاكل، يعني الجرح نفسه. يعني انت مش بتنصح بيها دلوقتي؟ لا خالص. اوكي خالص. فاحنا كده ملي النهارده اتكلمنا عن التحويل والتكميم والحزام للناس لحالات معينه. هل الحزام ده ممكن حالات تبقى حد مش تخين قوي او عنده سمنه حاجه بسيطه 20 30 كيلو؟ اصل 20 30 كيلو ده على حسب العيان. يعني انا هي في الاول وفي الاخر هو الطول هو اللي بيحكمني. يعني بمعدل الكتله ده اقدر احسب، اشوف العيان ده ال 20 كيلو ده ممكن واحد يبقى ولا حاجه، لان هو طوله 190 سم. صحيح. طيب في حالات التكميم وتحويل مسار المعده بنسمع ان المريض بعد العمليه طبعا في اجراءات معينه لازم يمشي عليها، وممنوع ان هو ما يلتزمش بيها، لازم يلتزم بيها، وان هو لازم يفضل عايش على فيتامينز. تمام. طول حياته بياخد فيتامينز، فعايزك تصلح لي المعلومتين. بصوا، كل العمليات بما فيها الحزام
زي ما الناس كلها قالت بره لازم ياخد فيتامينز فور لايف، ولكن حتى اللي الحزام؟ حتى الحزام. ولكن اللي بيحصل مشكله، انا بمشي العيان في اول فتره اللي هي سنه، اللي هي اصعب سنه بينزل فيها بسرعه على فيتامينز لغايه لما اشوف بعد السنه ديت الدنيا ماشيه ازاي. لقيت الامور مش محتاجه، يعني الكالسيوم بتاعه كويس، الحديد بتاعه كويس، خلاص ابتدي اوقف واتابع كل الكلام ده بتحاليل كل 6 شهور بعد كده. اوكي. والله لقينا الدنيا ستيبل، خلاص استقرت الامور خالص، مش محتاج. امتى مريض او امتى اللي هيعمل عمليه التحويل او التكميم خلاص هيبطل يروح للدكتور مش هيتابع؟ بعد كام سنه من العمليه؟ بصوا العيانين دول مش عيانين محتاجين متابعه، دايما محتاجين متابعه على طول، يعني على الاقل اول 5 سنين. اول 5 سنين لازم اول سنه اكتر. يعني المفروض على الاقل اول سنه يبقى فيها 6 مرات متابعه، في ال5 سنين اللي بعديهم بنوصل ل5 مرات. اوكي. مين الممنوع يعمل العمليتين دول؟ المريض اللي عنده مشاكل في القلب، بعد ما نعمل له الفحوصات ونقول لا ممكن نقرر او لا. يعني انا عندي عيان كده جاي عشان يعمل العمليه، لا ما ينفعش، ما اعرفش. المشكله مش في العمليه، المشكله انه عنده حاجه ثانيه نفسه، انا مش هعرف انيمه. والعمليه دي بتقعد وقت قد ايه؟ بص بتتراوح بقى من كل عمليه من نص ساعه لساعه، من نص ساعه مثلا لعمليه الحزام لساعتين في عمليه التحويل. اوكي. ده الافريج بالزبط. حسب برضه حسب كل حاله، في حالات اقل وفي حالات اكتر. اوكي. من سن كام ممكن نعمل العمليات دي؟ من اللي مكتوب لغايه النهارده من 18 ل 60 سنه. من 18 ل 60. تحت 18 لا، فوق 60 لا، الدنيا برضو اختلفت. ده في كل العمليات؟ في كل العمليات. بس ابتدينا ننزل تاني. يعني ال 18 ابتدينا نشوف الاطفال اللي عندهم امراض زي الكوليسترول والدهون الثلاثيه هو في اطفال عندهم كوليسترول؟ في امراض من الاول ما هو مولود بيها. اوكي. فيبتدي ممكن من 9 سنين. اوكي. بس العمليتين الكبار اللي هما التحويل ده كله حتى في الصغيرين ما ينفعش. ينفعوا التحويل؟ تحويل في الاطفال؟ في الاطفال. لا، ما اعرفش المعلومه دي. اوكي. بس بشروط. ايه بقى؟ ان ما يبقاش طفل مش ما حدش مهتم بيه، ما يبقاش حد مش واخد باله منه. لان ده لازم اول شهرين درجه ذكائه، استيعابه، مش هيضر نفسه. الكلام ده لان في برضو بما ان انت ذكرت الحته دي، معلش عايز اسالك حاجه. كتير من ذوي الاحتياجات الخاصه بيكونوا عندهم سمنه. تمام. هل ينفع نعمل لهم العمليات دي؟ ما ينفعش. لا، اهم حاجه دلوقتي درجه الوعي. رقم 1. فممنوع ان يتعمل لهم العمليات. لسه كان عندي عيان بالشكل ده فعلا، قلت لهم لا ما ينفعش. ولا حزام؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. ما ينفعش تعرضوا لحاجه زي كده. طيب كده احنا عرفنا معلومات كتيره. يعني لو حد فوق ال 250 كيلو، وعندنا ناس كده كتيره، تمام، بتفضل التحويل ولا التكميم؟ ايه احسن في الحالات الكبيره بقى، الحالات الضخمه؟ بفضل التكميم. وببقى قايل للعيان انت وارد ان انت تعمل، نزلنا مثلا ل 140 كيلو ولا احنا عايزين اكتر. ما هو لسه يعني العيانين اللي بيبقوا فوق ال 200 دايما بقول لهم ان انا عندي اوبشن الاولاني عشان اقلل فرصه الخطوره عليهم. ابتدي بالتكميم، لما يقل وزنه مثلا لل 140 130 ووقف على كده نزود عليها بعد كده تحويل مصاري. دكتور انا بشكرك، شرفتيني ونورتني، ويا رب كل الناس اللي بتعاني من السمنه والبدانه في مصر تخس. يا رب. لا نتمنى ذلك. بشكرك، شرفتيني ونورتني، ونشوفك تاني ان شاء الله عندنا في ساعه 10 ان شاء الله. شكرا. شكر خاص جدا للاستاذ دكتور محمد المصري، استاذ مساعد جراحات السمنه وجراحات المناظير كليه الطب القصر العيني، على وجوده معانا النهارده وعلى المعلومات اللي قالها لمرضى السمنه. خلونا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم زي كل يوم 2 و3 مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزاره الاوقاف الاسبق واستاذ الثقافه الاسلاميه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. خليكم معانا لو سمحتوا.